السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بيوم جديد، فيديو جديد. فيديو النهارده كده هنعمل كشري الحلة الواحدة بطريقته وكل اسراره وتركاته. يلا بقى، عايزه اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. لما ابدا الفيديو تصلوا على النبي كتير، تنزلوا تحطوا لايك، ولسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اول حاجه كده هنبدا بقى كده البصل. معانا بصل هنا جوليان. الكميات على حسب ما انت عايزه، على حسب ما انت افراد اسرتك او كده. معانا كده معلقتين نشا نحطهم عليه ومعلقه ملح كده. بعد كده هنقلبهم كده علشان النشا البصل يشربها عشان تقرمش معانا وتبقى حلوه. نروح بقى على البوتاجاز بالبصل ده. معانا كده حله هنحط فيها كده حوالي من كوبايه زيت. متخافوش الزيت دوت مش هيترمى ولا حاجه، هنعمل بكل الحاجات اللي احنا هنعملها النهارده. هنحمر اول حاجه كده، هننزل بالبصل في كده عشان نحمره. زي ما انتم شايفين اهو. هنسيبه بقى يتحمر كده عشان ويقرمش معانا. وهنا نكون بنسلق الحمص معانا كده. دي الحاجة الوحيدة اللي نعملها بره الحلة. هنا البصل خلاص بيتحمر اهوت. هنكون مجهزين طبق بقى وعليه منديل كده من بتاع المطبخ عشان نحط عليه البصل. هنا البصل خلاص اتحمر وقرمش خالص اهو، نشيله بقى في الطبق. طبعا الزيت ده مش هنرميه، هنشوف هنعمل بيه ايه تاني. ادي البصل اهو بعد ما اتحمر. راح بقى نشوف هنعمل ايه. معانا كده بقى حلة هننقص فيها بقى شوية زيت كده من اللي احنا محمرين في البصل. دي اللي هنعمل فيها الصلصة بتاعت الكشري. هنزل كده بقى في معلقة توم كبيرة مفرومة، نحمرها كده شوية ونكون بقى مجهزين تقريبا مثلا نص كيلو طماطم مفروم. هنا التوم اخد معانا لون. هنزل بقى بعصير الطماطم. بعد كده بقى هنبهره ونحط مرقة دجاج، معلقة كزبرة، معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود. هنحط طبعا ملح، وهنحط معلقة سكر عشان الحموضة. معانا هنا كده معلقتين صلصة. هنسيبها بقى تتسبك ونروح بقى نحمر الشعرية في بقية الزيت في الحلة التانية. نقلبها كده تحمر، وتكون بقى غسلين معانا برضك كوباية رز كبيرة. ادي هنا الشعرية احمرت اهي. هنحط بقى الرز طبعا مغسول حلو متصفي. هنشوحه بقى مع الشعرية. زي ما انتوا شايفين اهو كده اتشوح. هننزل بقى بالعدس بجبة كده، كنت غسلاه ونقعاه بمية سخنة علشان يستوي معانا بسرعة.
هنديله بقى تقلبتين كده نشوحه معاه بردك. هنا هننزل بكيس مكرونه صغير، مكرونه صغيره. طبعا المكرونه هنا مش مسلوقه، احنا هنعملها مع الرز طبعا عشان دوت ايه كله مع بعضه في حله واحده. معانا هنا الطماطم بقى بتتسبك اهو، اول ما تتسبك هنحط لها كوبايه ميه مغليه. طبعا هنزود هنا الرز بالمكرونه كده، لازم الميه تكون زايده عن الرز عقلتين صوبع زي ما انتوا شايفين. اول ما تيجي تغلى نجيب بقى مكرونه سباكيتي نحطها على وشها، شويه كده بالطول وشويه بالعرض. نسيبها بقى اول ما تغلي وتنشف الميه اللي فيها، نروح بقى ايه نوطي عليها ونقلبها شويه. هنا خلاص بعد ما الميه نشفت اهي، نديله بقى تقليبه كده، نسيبه بقى ايه يتلدل مع نفسه خالص. على ما نروح بقى ايه نعمل الدقه. معانا هنا بقى طاسه كده على البوتاجاز، وهنحط فيها كوبايه ميه. هنحط بقى ننزل فيها بمعلقه توم مفرومه، نقلبها كده. نبهرها نحط معلقه كمون، معلقه كزبره. بعد كده بقى نحط كوبايه خل، زي ما تحط الميه حط خل. نقلبها كده. بعد كده بقى نكون مجهزين عصير 3 ليمونات ونحطهم عليها. طبعا يكون بقى معانا الرز اتلدن والتسبيكه اتسبكت وكل حاجه زي ما انتوا شايفين اهو. الحمص كنا سلقناه، وهنا جهزنا كل حاجه بقى نروح نغرف بقى. شوفوا الرز بقى مفلفل جميل قوي. زي ما انتوا شايفين اهو غرفنا اهو. نحط بقى على وشه الحمص كده والبصل. هنا بقى الصلصه اهو. زي ما انتوا شايفين كده، وده كان غدانا كده النهارده. يلا بقى عايزه اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم معاهم ياسمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.